طبعا هنا بنكمل متابعة محمد رجب. هنلاقيه هنا اهوت عامل اتندنج لكتاب اللي هو عامله كتاب الشهر يعني. عامل له تاج يكذبون كي يروا الإله جميلا بقلم عبد الله القسيمي. طبعا نفس الكتاب ده موجود في مجموعة الملحدين العرب، حاطينه في الستيتس بتاع المجموعة أو في التعريف بتاع المجموعة. برضو هنا هنشوف بقى تعليق على موضوع عماد سعد الدين، عماد سعد الله. جايبين اهو برضو على نفس الصفحة بتاعت محمد رجب. هنشوف اهو مطلوب توضيح من عماد سعد الله. طبعا انا هدخل عليه من هنا ليه؟ لان طبعا هنا بيرد عليه محمد الهلالي او حسن الهلالي اسف، اللي هو عماد سعد الله قايل ان هو اسمه ايه فرج. هنا اهوت مطلوب توضيح من عماد سعد الله. طبعا جايبين ان هو طبعا هنا المجموعة كلها معمول لها تاج او معمول لها نوت بالموضوع، يعني 30 طبعا بيعمل لهم دعوة اللي هم كلهم نفس المجموعة الملحدة يعني. باسم الجنوبي، حسن الهلالي اللي هو بيقول عليه ماجد فرج، وشريف حافظ الأخ طبعا عزة مطر اللي بتقول الإله ديانته إيه، هو ربنا مسلم ولا مسيحي، استغفر الله العظيم. طبعا دوريان جراي أهو. طبعا مات سعد الله بعتنها له برضو إلى. هنا بقى هنشوف جملة خطيرة جدا. هنا عماد سعد الله بيقول ايه؟ انا ممكن، طبعا هنا اهي صورته، انا ممكن بقى اعمل نفس الشيء بان انشر بيانات تم الحصول عليها من اختراق كمبيوترات الشلة دي عن هبالي، وفيها كلام يودي ورا الشمس، بالإضافة لكلام تم تصويره صوت وصورة في فندق الحرية اللي هو اتكلم عليه وفي أماكن تانية. العالم الفاشلة دي نازلة سب في الإسلام وفي العرب وفي ربنا سبحانه وتعالى. يا عالم يا فاشلة، ألا تعتقدون إن الناس لا تعتقدون إن الناس بتحبكم؟ دي العالم ما صدقت، وبمجرد نشر ردي جاني مليون وثيقة ضدكم تنفيكم من الوجود، بس لحد دلوقتي أنا عامل نفسي ولد دبلوماسي ما علينا. نشوف هنا بقى ملحوظة هامة، أرجو عدم حذف أي كلمة برضه اللي بيقولها عماد سعد الله. هنا هنشوف بقى هو يعني الحاجات دي اللي كاتبها دكتور عماد اشمعنى ظهرت دلوقتي ما علينا. هنا بقى حسن الهلالي بيقول يا عم يا ريت يا أستاذ محمد تدلنا على دليل واحد من أدلة عماد سعد الله اللي حضرتك شايفها. بيرد طه جمال ويقول وأتمنى أن يأتي بدليله على اتهام الأصدقاء وتعريض حياتهم للقتل. نفس الكلام لما كنت بتكلم مع محمد رجب بقول له بس يعني هما بيلمحوا من الإلحاد وما ما بيوضحوش إلحادهم. فقال لي طبعا عشان القتل. لما اتكلمت معاه عن إلحاد عدد من الشخصيات دي قال لي طبعا علشان القتل، خصوصا إن هما ما يعرفوش مين بيتكلم معاهم.
برضو طبعا هم لهم علاقة بحزب التجمع، زي برضو ما قلنا قبل كده بعضهم. وهم طبعا عاملين أحزاب، مجموعة أحزاب تحت التأسيس، زي مصريون ضد التمييز، أو اللي كان أقباط ضد التمييز، وزي طبعا برضو البيان ده جاي من حزب شباب اسكندرية الحر من دكتور أسامة رشدي. برضو بيتكلم عن جبهة إنقاذ مصر، وإن عماد سعد الله كان اتصل بيهم، وكان عايز يتصل بالأقباط في المهجر. طبعا هي لما شفنا في المجموعة بتاعة الملحدين، اللي هي ملحد وافتخر، اللي هي ياسر جورج، أكتر من حد كان بيقول يا جماعة طيب اللي عنده حاجة ما تسويش عنده شيء زي الدين ويقدر يبيعه. وطبعا كان رايح برضو بيشوف أقباط المهجر أخبارهم إيه. زي ما شفنا برضو كتير من المتنصرين هي دي حكايتهم، ملحدين أساسا ممكن، وبياكلوا عيش يعني. شكرا جزيلا.